يعني انا اتمنى اي زملكاوي يظهر له الفيديو دوت يعمل شير وريبوست، عشان انا عايز الفيديو ده يوصل لمصطفى شلبي. عارف ان في ناس هتستغربني جدا، لكن بجد انا بحب مصطفى شلبي قوي. حد هيقول لي ايه ده مصطفى شلبي اللي انت كنت بتقعد تشتم فيه واللي انت كنت بتقعد تقول حرام عليك وبتاع؟ وعايز اقول لك انه من اللعيبه اللي لما كان بيجيب جون كنت يعني من اكتر اللعيبه اللي كنت مبسوط ليها لما بيجيب جون، ببقى فرحان من جواه. تقول لي ليه؟ يعني هقول لك ان دايما اللعيب اللي بالنسبه لي امكانياته اقل هو عايز يعمل اقصى حاجه عنده عشان يثبت نفسه. مفيش لعيب حابب ان هو يظهر بشكل وحش، ولا حابب ان الجمهور يقعد يشتمه، ولا حابب ان الجمهور يهاجمه، ولا يقول له يا عم غور بره النادي، يا عم امشي. اكيد اللعيب ده عايز يبقى احسن لعيب، لكن هي دي امكانياته. العيب مش على اللاعب، العيب على النادي. يعني النادي لما ما بيكونش عايز لعيب او شايف لعيب مش على قد المستوى بيمشيه، لكن النادي سايبه. هنا اصبح ان الموضوع العيب مش على اللاعب، لان مفيش لاعب بيقعد في النادي غصب عن الجمهور والاداره، لا الاداره والنادي هما اللي بيقعدوا اللعيب. فاللعيب مطالب ان هو يلعب بمستواه دوت. وعلى قد كل الهجوم اللي جمهور الزمالك اداه لمصطفى شلبي، اللاعب عمره ما رد، وعمره ما شتم، وعمره ما غلط في حد، وعمره ما لمح لحد، ولا زعل اي حد من جمهور الزمالك منه. بالعكس الراجل كان مجرد ما بيجيب جون كان بيجري على الجمهور يعمل لهم كده اللي هو انتوا فوق دماغي، وكان يمسك تيشيرت الزمالك. يعني حقيقي كان من اللعيبه المحترمه جدا، واللي عمره ما عمل اي اشاره او اي حاجه تدل ان هو بيرد الهجوم بهجوم. عشان كده انا بحب مصطفى شلبي وبقدره جدا. لعيب محترم، جه لعب في الزمالك حوالي 4 سنين تقريبا، ما شفناش منه اي حاجه وحشه، وكلنا كجمهور زمالك بنتمنى التوفيق ليه في الخطوه الجديده مع البنك الاهلي. ربنا يوفقه ان شاء الله، وان شاء الله يكسر الدنيا هناك. واحب اقول له ان دايما اسمك هيفضل مربوط بالزمالك، اسمك دايما هيفضل مربوط بجمهور الزمالك، ولو حصل لك اي مشكله هتلاقي جمهور الزمالك في ظهرك، وان انت خلاص بقى ليك سند عامه في حياتك الكرويه، لان انت لعيب دخلت ولبست تيشيرت الزمالك وخدت بطولات مع نادي الزمالك، واديت من تعبك وعرقك لنادي الزمالك. فعشان كده جمهور الزمالك مش هينسالك دوت، وكفايه على الاقل احترامك للجمهور.